السلام عليكم. لو دي أول مرة تدخل القناة فأنت دخلت المكان الغلط لو ناوي تنام مرتاح الليلة، لأن النهاردة القصة مش عن بيت مسكون ولا عن مشرحة ولا حتى عن مقبرة قديمة. النهاردة القصة بدأت بحاجة بسيطة جدا، لعبة مستعملة اشتريتها من محل قديم في حارة ضيقة محدش بيدخلها تقريبا، وصدقوني يا ريتني ما اشتريتها أبدا. أنا من النوع اللي بيحب يجمع الحاجات القديمة، أجهزة، كاسيتات، ألعاب زمان، أي حاجة ليها ريحة التسعينات أو الألفينات القديمة. وفي يوم كنت ماشي في شارع جانبي وأنا راجع بالليل، المطر كان نازل خفيف والدنيا تقريبا فاضية. لفت انتباهي محل صغير جدا، المحل شكله غريب، الأنوار ضعيفة والتراب مغطي الوجه بالكامل. لكن الحاجة اللي شدتني كان صوت موسيقى أطفال خافتة طالعة من جوه. دخلت. أول ما فتحت الباب سمعت صوت الجرس المعدني القديم، وكان فيه راجل عجوز قاعد ورا الكاشير، راجل ساكت بشكل مرعب، حتى ما بصليش. أول ما دخلت المحل كله ألعاب قديمة، عرايس، عربيات، أجهزة ألعاب، وكل حاجة شكلها كأنها ما اتلمستش من سنين. وأنا بلف شفت لعبة غريبة فوق رف عالي، علبة سودة مكتوب عليها بخط أحمر Don't play alone، ما تلعبش لوحدك. ضحكت وقتها وقلت أكيد دي حركة تسويق رخيصة. أخدت العلبة وكانت تقيلة بشكل غريب. العجوز فجأة رفع عينه وبصلي لأول مرة وقال بصوت واطي: لو هتشتريها ما تشغلهاش بعد الساعة 12. أنا ضحكت تاني وسألته ليه؟ اللعبة بتعض؟ لكنه ما ردش، بس فضل باصص لي بنفس النظرة لحد ما دفعت ومشيت. رجعت البيت حوالي 11 بالليل، الدنيا كانت هادية جدا. فتحت العلبة لقيت جوه شريط لعبة قديم، مع إن الجهاز اللي بيشغله انقرض تقريبا. الغريب إني كان عندي نفس الجهاز القديم متخزن من سنين. ركبته وشغلت اللعبة. أول حاجة ظهرت شاشة سودة، بعدها جملة: أخيراً حد رجعني. وقتها حسيت بعدم ارتياح بسيط، لكن كملت. اللعبة كانت بسيطة جدا، أوضة ضلمة وشخصية بتمشي بمصباح صغير. لكن الغريب إن اللعبة ما كانش فيها أي موسيقى، فقط صوت نفس بطيء جدا. كنت بتحرك في ممرات طويلة كلها شبه بعض، وفجأة الشخصية وقفت لوحدها. ظهر سؤال على الشاشة: أنت لوحدك؟ ضحكت وكتبت الشاشة سكتت ثانيتين، ثم ظهرت الجملة: أكيد. في اللحظة دي سمعت صوت خبطة جاية من المطبخ، قلبي وقف. بصيت ناحية الباب، البيت كله ضلمة. قعدت دقيقة كاملة مركز، لكن مفيش حاجة. رجعت بصيت للشاشة، لقيت الشخصية اللي كنت بتحركها بصة ناحيتي مباشرة، مش ناحية اللعبة، ناحيتي أنا. وقبل ما استوعب الجهاز فصل لوحده. حاولت أشغله تاني، اشتغل عادي، لكن ملف الحفظ اتغير اسمه. بدل بلاير 1 بقى مكتوب أحمد. ساعتها حسيت برعشة بجد.
أنا عمري ما كتبت اسمي. فتحت الملف، لقيت الشخصية واقفة جوه أوضة شبه أوضتي بالظبط، نفس المكتب، نفس الكرسي، حتى الكوباية اللي جنبي. وقتها بدأت أتنفس بسرعة. الشخصية داخل اللعبة بدأت تتحرك لوحدها ومشيت ناحية باب الأوضة، وفجأة سمعت نفس الخطوات ورا باب أوضتي الحقيقي. أنا اتجمدت. اللعبة على الشاشة والصوت الحقيقي كانوا متزامنين. الشخصية وقفت قدام الباب داخل اللعبة، وفي الحقيقة باب أوضتي بدأ يتحرك ببطء. فضلت أبص وأنا مش قادر أتحرك. الباب اتفتح سنة صغيرة والضلمة كانت مالية الممر، لكن مفيش حد. رجعت بصيت للشاشة، لقيت رسالة جديدة: هو دخل. في اللحظة دي النور قطع، البيت كله بقى أسود، وأقسم بالله سمعت صوت نفس قريب جدا مني، مش من اللعبة، جنبي. جريت ناحية مفتاح النور، لكن قبل ما أوصل سمعت صوت طفل بيضحك، ضحكة هادية لكن قريبة جدا من ودني. رجعت أبص للشاشة، رغم إن الكهرباء قطع الجهاز كان لسه شغال، والشخصية داخل اللعبة ما بقتش لوحدها. كان في حاجة واقفة وراها، حاجة طويلة جدا، ايديها طويلة بشكل مش طبيعي، ووشها أسود بالكامل. وفجأة الحاجة دي بصت ناحية الشاشة مباشرة، ناحيتي أنا. بعدها الشاشة اتحولت لصورة كاميرا من أوضتي. أنا كنت ظاهر فيها قاعد قدام التلفزيون، يعني اللعبة كانت شايفاني. بدأت أسمع الصوت الإلكتروني يقول: الدور عليك. وفجأة الصورة اللي على الشاشة بدأت تقرب مني، كأن حد ماسك كاميرا وبيمشي ناحيتي. وفي الحقيقة كنت بسمع نفس الخطوات جوه الأوضة. أنا وقتها مسكت الجهاز وفصلته بعنف، لكن الصوت موقفش. الخطوات كانت لسه موجودة، قريبة جدا. تاني يوم رجعت للمحل، كنت عاوز أفهم أي حاجة، لكن لما وصلت المحل ما كانش موجود. مكانه محل أدوات كهربائية عادي جدا. سألت الراجل اللي هناك: فين محل الألعاب القديم؟ بصلي باستغراب وقال: يا ابني المكان ده مقفول من أكتر من 15 سنة. ساعتها حسيت إن رجلي مش شايلاني. قلت له: طيب والعجوز اللي كان هنا؟ الراجل سكت شوية وقال: صاحب المحل مات هو وابنه من سنين. كان عندهم لعبة غريبة بيقولوا إنها السبب، ومن يومها كل ليلة الساعة 12 بالظبط الجهاز يشتغل لوحده، واسمع نفس الجملة: انت لوحدك. ولو لحد دلوقتي مكمل تسمع القصة، بص وراك كده بسرعة، بس يا ريت ما تكونش لوحدك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، عشان كل قصة هنا ممكن تكون حقيقية أكتر مما تتخيل.